وعايز أقول حاجة تاني برضه يا جماعة، يعني الحاجة دي مهمة جدًا، لازم كل واحد فينا يحاول إن هو ياخد باله منها، طبعًا بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث كده، يعني الحديث ده لازم تركّز فيه أوي، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة." إلا إيه؟ إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. يعني إيه الحديث ده؟ لو أنت قعدت في مجموعة وقعدت مثلًا والحديث خدكم وكان كل كلامكم عن الدنيا، لا يحتوي على أي ذكر لله سبحانه وتعالى، ولا يحتوي على أي مثلًا ذكر للأنبياء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كان عليهم ترة. ترة دي يعني حسرة وندامة يوم القيامة. طب هو ليه الحديث ده مرعب للدرجة دي يا جماعة؟ لأن قعدتك دي ما رجعتش عليك بأي فايدة إطلاقًا، كان كل كلامك فيها عن الدنيا، عن الكورة بقى وعن مش عارف إيه وعن هموم الحياة ومش عارف إيه. طبعًا هو يعني هو أنا حرام لو اتكلمت عن كده؟ لأ، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ألا يكون كل مجلسك عن الدنيا، تمام؟ لذلك لمّا تيجي كده مثلًا تمسك كتاب الأذكار تلاقي مكتوب في إيه؟ دعاء كفارة المجلس. إيه هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دايمًا لمّا تيجي تروح أي مجلس قُل الذكر ده.